وحوي يا وحوي. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتونا جدا جدا جدا. قبل ما نبدا متنسوش تحطوا لايك وشير وكم فازكاس واشتركوا معانا في الموضوع. والسلام عليكم مشتاك. صباح الخير، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى بجهز كده للعزومه، عزومه حماتي. ده المحشي كنت جايبه 2 كيلو بتنجان ونص كوسه ونص فلفل. طبعا انا بجهز الحاجات دي قبلها بيوم، حاجات معينه بجهزها قبلها بيوم وتاني يوم بجهز الباقي. هعمل هنا الخلطه الاول بتاعه المحشي. الاول طلعت الكبه، احط بقى كده، عملت 4 بصلات كبار، بقطعها كده واقسمها نصين او 4 ترق، او يعني كل نص نصين، وبحطها كده عشان اضربها. طبعا انا بجهز للعزومه، يعني هو كانت جهزت يوم الخميس حاجات، العزومه كانت يوم الجمعه. بس الحمد لله كانت يعني العزومه ريحتها حلوه كده على طول، الاكل يعني ما تعبنيش وما خدش وقت معايا، عشان جهزت حاجات قبليها وجهزت حاجات تاني يوم كانت بسيطه. انا بضرب بقى البصل، بحط بقى الزيت وبحط بقى البصل. طبعا الزيت حطيت حبه حلوين كده عشان المحشي بيحب الزيت بس مش قوي يعني، حبه حلوين يعني شويه كده. واحط بقى كده البصل كله اللي في الكبه. خلاص حطيت بقى البصل، وكمان رشيت عليه شويه فلفل اسمر. هضرب بقى كده الطماطم. انا هعمل الطماطم شفشه زي ده، يعني هعمل الشفشه ده بس مش هكتر. اول لما اضربه انا البصل مش بخليه يحمر قوي يبقى دهبي، لا يبقى دبل كده واللون بتاعه دهبي خفيف. وبعد كده بحط الطماطم على طول زي الشكل ده كده، بصوا يعني دبل معايا وبقى الدهبي بسيط. واحط بقى الطماطم بسم الله. بس الاكل كان طعمه بيرفكتو. هقلب بقى كده. طبعا الخضره انا برضو بحب اعملها في الكبه، مش بحب اقطعها، فبعملها برضو في الكبه على طول، ما بتاخدش مني وقت خالص. احط كده معلقتين صلصه كبار او 3. طبعا الصلصه دي بتبقى خفيفه مش اللي هي تقيله قوي، بس برضو بتخليها حمرا وحلوه. هجيب بقى الخضره بقى واقطعها عشان اعملها في الكبه. طبعا الخضره انا جايبه يعني 5 حزم. بقطع كده الخضره نصين، بس بقطع الاول الديل بتاعها وارميه اللي هو الحته اللي تحت دي، وبقطع كده نصين وبحطها وبضربها بتتضرب معايا بكل سهوله. وبعد كده بفضيها في المصفى وبغسلها بقى غسله حلوه. وبعد ما اغسلها بقى اخليها تتصفى واجهز بقى الباقي. خلاص غسلتها، خليها بقى تتصفى على جنب لحد ما اشوف هعمل ايه تاني. طبعا هنا الفراخ دول فرختين، هغسلهم بقى برضو غسله حلوه وانقعهم واتبلهم عشان برضو يبقوا جاهزين. يعني عملت المحشي وعملت الفراخ وعملت البانيه، او عملت الجلاش، وتاني يوم بقى جهزت الباقي. طبعا انا في الفيديو بتاع التسويه والحاجات دي، هنا بعد ما غسلتهم غسله حلوه نقعتهم بقى محلول كده، ميه ودقيق وخل وليمون وملح وشويه زعتر علشان الزفاره. بصوا بقى غسلتهم من جوه غسله حلوه قوي ما شاء الله، بقى مفيش اي حاجه خالص. هشوف بقى الخلطه كده جهزت معايا خلاص. هحط لها بقى التوابل بتاعتها، الملح والفلفل الاسمر وكزبره وكمون وتوابل محشي بس، وشويه قرفه، حاجات بسيطه حطيتها. انا في اليوم ده كنت مش هعمل، يعني كان عندي بانيه لينا متبل. انا عملت شويه كشري الاسكندراني اللي هو كشري بعدس اصفر. ما كانش يعني ورايا حاجات في البيت كتير، فجهزت بقى الحاجات دي كده الصبح برضو وانا صايمه، يعني مش بعد الفطار، لا جهزتها الصبح. طبعا كده زي ما حطيت كده الملح والفلفل والكزبره والكمون وتوابل المحشي وشويه قرفه صغيرين. هقلب بقى كده واجيب بقى الرز واغسله. هنا بقى طبعا دي خلاص صفيت هنا الخضرة. ده رز حبوبة بس حلو، يعني الحبة بتاعته نضيفة. هعمل 3 كوبايات، وكمان فضل مني شوية صغيرين كانوا محتاجين كده مثلا فلفلتين او 3. هغسلهم بقى غسل حلو واخليهم يصفوا، وان انا بقى اجهز بقى التتبيلة بتاعة الفراخ. يا جماعة، عارفين ايه اكتر حاجة عجبتني الاكل ده كله؟ الملوخية والفراخ وكل بص انا حطيت بقى طماطمايه ورجعت جبت طماطمايه تانية، يعني حطيت طماطميتين وبصلايه كده كبيره قطعتها. هنا حاطه شويه ميه علشان بصلاية صغيرة برضه. يتضربوا معايا. انا عامه لما بعمل فراخ لينا بتبقى مثلا بعمل البصله كده في المبشره، يعني مش بعمل الطريقه دي، وبحط كل حاجه برضو كده في الطبق. لكن انا عشان الفراخ كده فرختين وانا مش مقطعاها، حبيت اعمل التتبيله دي. طبعا وشويه زيت وشويه خل صغيرين ونص ليمونه عصرتها، واحط برضو معلقتين صلصه.
والتوابل بقى كلها انا بحطها عامه، الملح والفلفل، كزبره وكمون، بابريكا، كاري وكركم، توابل فراخ، دي على طول اللي بحطها. طبعا حط شويه زيت، يعني التوابل كلها اللي موجوده عندي بحطها. وحطيت برضو قطعه كده توم مفروم. انا بقى بجيب التوابل بحطها، ملح وفلفل، كزبره وكمون، كاري وكركم، توابل فراخ، يعني كل التوابل اللي عندي بحطها. مش عارفه حطيت شطه ولا لا، بس تقريبا ما حطيتش تقريبا. دي شويه زعتر صغيرين كده بفركهم فيه عشان مش ناعم. توابل الفراخ تقريبا ما حطيتش شطه، يعني كنت ساعات بحط كده عشان تبقى سبايسي، بس ما حطيتش. دي البابريكا. وهضرب بقى كله في الخلاط. وطبعا الفراخ غسلتها غسله حلوه، هصفيها بقى عشان تتصفى من الميه اللي فيها. وبعد كده هروح هدلقها على طول عليها. هوريكم دلوقتي الفراخ. انا طبعا خدت السكينه وقعدت اخرم كده الفراخ من جوه عشان التتبيله تخش. بصوا بالشكل ده، من الورك والصدر وكله خرمتها كده بالسكينه علشان يبقى التتبيله داخله فيها كلها. بصوا بقى الفراخ بيضه وقشطه، يعني غسلتها غسله حلوه ونقعتها نقعه حلوه عشان ما يبقاش فيها ريحه زفاره. وبرده بشطفها شطفه حلوه كده. فيديو التسوية طبعا انا معرفتش اسوي معاكم الاكل، لان طبعا وقت المغرب بيبقى مستعجله شويه وقت التسويه فانا قلت احضر معاكم الحاجات دي. والتسويه طبعا سهله. الفراخ لما طلعتها عشان اسويها حطيتها في الصاج، عندي صاج كبير، حطيت الفرختين كده ورحت دلقه عليها التتبيله اللي هي كانت فيها. ودهنتها كده من الوش كده بشويه صلصه علشان يبقى الوش بتاعها احمر وحلو. الجلاش عملته معاكم برضو، حطيت معاكم اللبن يعني في الفيديو ده. وسويته برضو على درجة حرارة 200. انا عندي الفرن ولحته تحت وفوق، خد على طول اللون من تحت ومن فوق. والمكرونه البشاميل طبعا انا جهزتها معاكم فبتتحط في الفرن على طول. وعملت معاكم كباب الحله برضو. والمحشي برضو عملته وحشيته في الفيديو ده. بس في التسوية طبعا لما جيت اسويه، يعني الحلة بحط فيها كوباية مية او كوباية الا ربع ونص مكعب ماجي كده بحطه من فوق الوش. احنا كنا صورنا الاكل وهو بيستوي، بس كنا نحطه مع الفيديو ده، بس هو كان الفيديو ده ساعة، كنا مش بس الفيديو ده على قصدنا. قد ما هو طويل، بس كان طويل اكتر من كده، كان ساعة. بس انا بقى مسرعة كتير هنا. بس التتبيلة بعد ما عملتها دلقتها كده عليها، والنيحة التانية الصينية التانية حاطة فيها الفرخة التانية دلقت عليها بقية التتبيلة. بدخل بقى كل التتبيلة من جوه ومن بره ومن الجلد ومن كله. وبعد ما التتبيلة احطها بقى في شنطة الاتنين في بعض وفي التلاجة. تاني يوم طبعا حطيتهم في الصاج ودلقت عليهم التتبيله، يعني ما حطيتش ميه ولا حاجه. وحط بس الصلصه من فوق الوش. طبعا الفراخ بتبقى على درجه حراره عاليه في الفرن عادي، بتستوي على طول الصراحه، ما بتاخدش وقت. وكان لونها تحفه. بس الصراحه ما عرفتش برضه اصور. يعني انا كويس ان انا كنت بعمل الحاجات دي قبليها، وتاني يوم عملت شويه حاجات برضه صورت. عشان كنت مش هتلحق. لا الصراحه انا كنت مخلصه من بدري، بس بدات في التسويه متاخر شويه، يعني بدات الساعه 4 او يعني في حاجات بدات فيها 3:30، في حاجات 4، في حاجات يعني في حاجات كتيره بدأت فيها متأخر. وكنت عاملة صينية رقاق. طبعا انا عملتها معاكم قبل كده في فيديو لما كنت عاملة فطار في رمضان لينا، بعملها كده على البوتاجاز برضو. دي ما صورتهاش لان انا كنت مستعجلة فيها، لان أنا عملتها متأخر، يعني عملتها 6:45. بس على البوتاجاز ما بتاخدش وقت وعلى طول بتستوي، غير في الفرن كانت ممكن تاخد وقت اكتر معايا. بص انا بعمل بقى التانية على الفرن. بعملها فوق، دلقت فيها بقية التتبيلة وبعملها. وبعد كده بقى احطهم في الشنطة. وبعد كده بقى هجيب البانيه اغسله غسلة حلوة واتبله، عشان كده ابقى خلصت من الحاجات دي. انا عملت بانيه وفراخ وكباب حلة. وملوخية ومكرونة طبعا بشاميل الملوخية برضو ومحشي. عملتها بس ما صورتهاش. طبعا الملوخية عملتها برضو معاكم كتير. وعملت برضو لسان عصفور، بس لسان عصفور كترت منه شوية يعني. عملت كيس هوريهولكوا وسبت منه حبة صغيرين، كان كتير الصراحة. انا اصلا بعمل لينا عامة نص كيس بيطلع شوية حلوين. انا قلت كتر شوية عشان كذا، يعني كان كذا فرد وكده. بس ساعة الصيام والفطار يعني من كتر الاكل يعني مش عارفين ياكل ايه ولا ايه، ففي حاجات بتبقى كتيرة. ولسان عصفور كان كتير بس هينفعنا. اصلا الملوخية مش اكياس زي ما انتم متعودين ان احنا بنجيبها. لا الملوخية اللي كنت جايباها خضرا.
يعني متفرطة كده، غسلتها غسل حلو وسبتها بقى تتصفى براحتها عشان تبقى ناشفة وخرطتها. هنا خلاص حطيت بقى الحاجة في الشنطة وهحطها في التلاجة، وهجيب بقى البانيه. طبعا انا بغسل الحاجات دي غسلة حلوة كده واظبط بقى الحوض عشان اجيب بقى البانيه. ده البانيه كيلو بانيه بس تقريبا ده. بص برضو بغسل الصينية دي عشان ميبقاش فيه مواعين، انا بقى كل ما اخلص حاجة اغسلها عشان يبقى الحوض فاضي معايا. وبعد كده هغسله برضو بالسلكة عشان لما يكون الحوض فاضي كده تعرفي تشتغلي وتعرفي تعملي كل حاجة. لكن لو سبت الحاجات دي كلها هلاقي كده ورايا مواعين قد كده، يعني انا كنت بخلص وصبن اخلص وصبن. ايوه يا جماعه، المفروض لما تيجوا تخلصوا حاجه تصبنوا عشان ما يكونش عندكم اه لان لسه هعمل حاجات فمحتاجة الحوض يبقى فاضي. فكل ما تعملوا حاجه تصبنوا عشان ال الحوض يبقى نضيف. يكون بقى المواعين مش ملمومه قد كده زي ما عندنا جوه في الحوض. انا بقى طبعا تاني يوم بتاع العزومة مواعين ادي كده ما غسلتهاش في نفس اليوم، ركنتها كده على جنب. بس مسكت بقى الشقة غسلت، يعني كان استقبل مكنسة ونفضت الانتريه طبعا، يعني يعني جاي يعني ممكن حد يوقع حد يعمل، فعلشان النمل فايه قلت الشقة لا مش هسيبها لازم اخليها نظيفة، فمسكتها بقى بالمكنسة ونفضت الانتريه وكله. بس المواعين بقى تاني يوم ان شاء الله هعملها، يعني النهارده تاني يوم بس الصبح لسه بدري. واخلص الفيديو واقوم بقى على المطبخ اوريكم بقى كده مقطع صغير في المواعين. مواعين كتيرة قوي طبعا كل عزومة لازم يبقى وراها مواعين. وبالذات لما يكونوا سفرتين طبق على طبق طبق على طبق. هنا بقى كان البانيه بغسله بقى غسلة حلوة، وبعد كده برضو هنقعه مية وخل وليمون وملح وكده يعني. تتبيلته سهلة اوي، انا هعملها كده على طول ببشر البصلة. يعني التتبيلة بتاعت البانيه مش بغيرها زي بتاعت الفراخ ما بغيرهاش خالص. اصلا يا جماعه انا كنت بصبر المواعين لما كنت صغيره، لكن دي 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 يعني مواعين كتير قوي، ايديا هتوجعني، هي حل مهر تغسلهم بقى. خلاص كده انا ضحى غسلته غسلة حلوة. هي الضحى. وزي ما قلتلكوا هنقعه بقى، وبعد كده هجهز تتبيلته سهلة خالص، يعني اللي متابعني على طول بيعرف التتبيلة بتاعته انا بعملها ازاي، مش بغير فيها خالص. يعني لو غيرت فيها وكترت التوابل هيبقى مش بانيه، هيبقى طعمه مش حلو خالص، مش يعني قبل كده عملته ما عجبنيش لما كترت التوابل عن كده. هو بس بحط البصل المبشورة والثوم فلفل وملح وشوية قرفة والبيض. ده التتبيلة بتاعة المقلي والمشوي، بعملها نفس النظام برضو ببصلة وفلفل وملح، بس مش بحط قرفة والثوم وشوية شطة انا بحب والبيض. يعني ممكن ما تحطش بيض، ممكن تحط مية بصل، بس انا بحب اعمله كده يعني. خلاص بقى صفيته، احط بقى البيض على طول واقلب كده التتبيله واروح حطها على طول في البانيه واقلبه برضو. وبعد ما اقلبها بقى برضو احطها في الكيس في التلاجة كده، يبقى انا خلصت من الفراخ والبانيه. طبعا اللحمه دي تاني يوم ان شاء الله هعملها، يعني ما عملتهاش قبليها، لا عملتها في نفس اليوم كده. بقى هجيب بقى المحشي. طبعا حطيت بقى الخلطه، الخضره والرز، وكمان شلت منها شويه صلصه لقيتها كتير فشلت منها. طبعا البتنجان بحطه كده واخبطه عشان ينزل تحت. اتعمل على طول برضو، كانت قرفته حلوة مخدش وقت. والنبي يا جماعه كنت جايبة 2 كيلو ونص كوسة ونص فلفل. دعموا الفيديو ده والنبي يا جماعه، والنبي يا جماعه دعموا الفيديو ده يا جماعه. كده هم كده كام واحدة، وبعد كده هكمل انا الباقي. طبعا انا المحشي عملته في الحلة دي وما سويتهوش، لا سبته زي ما هو عشان لو سويته كان هيبقى عاوز حلة تاني، فانا ما عنديش مكان في التلاجة فسبته كده هغطيه. وتاني يوم اروح مظبطاه بقى هسويه كده واظبطه واعمله على حلتين. دول الحبة اللي فضلوا كانوا عاوزين فلفلتين او 3 هشيلهم بقى في كيس وفي الفريزر. هنا بقى هاجي بقى للجلاش هعمله بقى بالجبنة، بس هعمله صوابع مش هعمله كده مش هعمله في الحلة كده، لا دي بقى السمنة سيحتها وحطيت هنا نص معلقة، يعني معلقة صغيرة من البيكنج باودر عشان دي بتاعة الرقات بتاعة الجلاش. لسه دهنتها برضو دهنة حلوة من السمنة. انا قلت اعمله صوابع بيبقى شكله احلى، ويعني بيبقى يعني الشكل حلو فيه.
ما عملتوش في الصينية كده كامل. بصوا بقى، بس هاخد بقى ورقة ورقة. هنا بقى احط الجبنة دي جبنة فيتا، الصراحة كان طعمها حلو في الجلاش. وجايبة فلفل الوان احمر واصفر برضو، اقطع كده قطع صغيرة بيدي ايه اكتر طعم. حاجة عجبتك من الاكل؟ كله حلو. انا الصراحة مش بحب الفراخ قوي، يعني البانيه انا في عامة في الصيام مش باكل. يعني مثلا كلت 70 محشي حتة بانيه وشبعت، يعني ما كلتش حاجة تاني. انا اكتر حاجة عجبتني من الاكل الجلاش. هو اكل كله حلو بس الجلاش اكتر حاجة. هنا بقى حطيت شوية جبنة موتزاريلا وشوية زيتون والجبنة الفيتا، وهجيب بقى الفلفل اقطعه. بص بقى بيدي بقى شكل حلو كده والطعم كمان بيبقى حلو. هاخد بقى ورقة ورقة، مش هاخد ورقتين، لا ورقة ورقة. هعمل معاكم كده كام واحدة برضو. الجلاش طبعا حتى لو مقطوع هيتعمل، بس بالراحة كده بالراحة. باخد بقى ايه، بحط كده بقى السمنة في النص ده وبقسمها كده. ممكن ما تقسمهاش كده زي، لا ممكن تقسمها من النص عادي. طبعا هنا الموبايل فصل، فاعمل لكم كده كام واحدة برضو عشان اوريكم انا عملت ايه. باخد كده الورقة، بحط بقى ايه في النص ده سمنة، وبتنيها كده. انا كنت ممكن اتنيها لحد الاخر، يعني ممكن تتنيها كده لحد الاخر، وبعملها كده برضو اكنها زي يعني زي الجريب. واخليها كده ايه من العكس، واروح حاطه بقى الحشو بتاعي، واقفلها برضو من الجناب كده. هوريكم برضو كام واحدة، واقفلها كده بالظبط، واحطها بقى في الصاج. هوريكم كمان واحدة. الحمد لله. ده انت كده السمنة، ورحت تانيها كده، واروح كده برضو زي عاملاه كده، جايباه يعني ايه من الجنب شوية، واحط بقى الحشو واقفله من ناحيتين، واروح برماه كده على طول. مفيش اسهل من كده. والصراحة كانت تحفة وطعمها جميل اوي، والجبنة كانت حلوة. طبعا كان عندي جبنة برضو براميلي او تلاجة، مش عارفة هي محدقة سنة، فعملت منها برضو صينية صغيرة. بصوا بتني كده وبتني كده، واحط بقى سمنة واتني تاني زي الجراب بالظبط. واحط بقى الحشو. بصوا بقى الفلفل الالوان بيدي كده بهجة كده للحاجة. وحط زيتون وجبنة موتزاريلا والجبنة الفيتا، والجبنة برضو التانية هوريهالكوا دلوقتي. خلاص جهزت بقى كده الصينيتين. دي الصغيرة دي عاملاها بجبنة براميلي، الجبنة دي، والتانية بالجبنة الفيتا. هجهز بقى البشاميل ده بقى تاني يوم. صحيت برضو دخلت على المطبخ. هنا بقى جاهز البشاميل، وعصق بقى اللحمة للمكرونة. وهوريكم اللحمة كباب الحلة والمفروم ده نص مفروم هعمله لصينية المكرونة. وانا كان عندي لحمة معصجاها هعمل بيها الرقاق. طبعا الجلاش انا عاملاه بالجبنة. هنا بقى اعصج اللحمة، احط كده ايه معلقتين سمنة حلوين. دي سمنة بلدي. ومقطعة بقى البصلاية. انا برضو هسلق لحمة بس مش هعملها. انا هسلق اللحمة عشان محتاجة الشوربة بتاعتها. يعني هعمل كباب حلة بس، لكن مش هحط لحمة تاني، لا اللحمة اللي انا هسلقها دي عاوزاها علشان عاوزة شوربة للملوخية وشوربة للجلاش وشوربة للسان العصفور. هنا بقى حطيت البصلة، وافتكرت ان انا هسلق اللحمة، رحت سايبة حبة صغيرين، احط عليها شوية فلفل اسمر، اروح حاطة بقى اللحمة على طول واسيبها بقى براحتها. هنا بقى اللحمة خلاص المية غليت، غسلتها وحطيتها تغلي شوية، اروح حاطة بقى البصل وشوية فلفل اسمر. المية بتاعت المكرونة خلاص غليت، احط بقى المكرونة. طبعا انا الصينية دي بعمل لها باخد 600 جرام. احط شوية ملح شوية زيت، واحط بقى كده شوية 600 جرام من المكرونة. بسم الله. وهقلبها بقى واشيبها تستوي. انا المكرونه المره دي عملتها نص سوا، يعني ما سويتهاش قوي زي كل مره. هنا بقى جاهز بقى اللحمه، هقطعها صغير علشان كباب الحله. هقطع معاكم كام قطعه، وبعد كده هقطع الباقي، بس الباقي بقى قطعته بالمقص. السكينه بتعذب شويه، فالمقص سهل لي، يعني سهل لي كتير. بتقطعها براحتي برضو بالمقص، اتقطعت معايا بكل سهوله. وهبدأ فيها برضو على طول. برضه عملتها بدري عشان تستوي براحتها، كانت زي المرهم كده يعني. كانت مستوية وجميلة. طبعا مش بحط لها مية، هتشوف الطريقة اللي انا بعملها ازاي، بتخليها طعمها تحفة. هنا خلاص المكرونة بقى ايه دخلت في السوا، هصفيها. بسم الله. هنا طبعا عملتها نص سوا. انا عارفة البخار وايدي مش باين حاجة عشان الستاند جنبي، وانا بمسك بالاتنين عشان سخنة بس. فبعمل كده لو في حاجة لازقة.
واجهز بقى البشاميل على طول. انا اللبن خلاص ساح، اللي كان فيه ساح، مع اني كنت مطلعاه من بدري بس برضو كان لسه فيه تلج، كان لسه متلج يعني. هسيب بقى المكرونة وهجهز بقى هقطع بقى اللحمة وهجهز بعد كده البشاميل. هنا هي الحلة على النار. انا هعمل المرة دي هعمل حليب بس مش هحط، يعني انا ساعات بحط كوبايتين مية مكرونة والباقي كله حليب. لا المرة دي مش هحط مية مكرونة، المرة دي كله حليب. حطيت برضو 5 في الخلاط و2 في الحلة وعليهم نص مكعب ماجي. طبعا انا كنت بعمل باللبن المعلب بس ده لبن جاموسي فهعمل بيه المرة دي. حطيت 5 كوبايات واحط عليهم 8 معالق من الدقيق، عشان ده 5 كده اهو، واحط كمان 8 معالق من الدقيق. طبعا ده كنت جايبه اللزق بتاع التوابل فلزقت بقى كده وانا قاعده فاضيه على كل حاجه. حطيت 8 وهضربهم بقى في الخلاط. انا صراحه بحب اعمل الطريقه دي على طول في الخلاط، ما بتاخدش مني سمنه كتير وبتبقى سهله. خلاص كده هضيف بقى الحليب. بسم الله. دوت اللي فيه ده من مرقه الدجاج. هحط بقى شويه فلفل اسمر صغيرين وقطعه سمنه برضو صغيره مش كبيره، واقلبه بقى لحد ما يتقل معايا. خلاص هجهز بقى الصينيه بتاعه البشاميل. احط كده شويه الاول. البشاميل انا بحبه تقيل، هتشوفوا دلوقتي وانا بحطه ليه بحبه تقيل، لان لو عملته خفيف لما بحط على المكرونه من فوق بيسقط تحت والمكرونه بيبقى باينه فبتنشف. لكن لما بتبقى تقيله البشاميل ما بتسقطش. بصوا بقى البشاميل اللي بحط كده شويه. طبعا انا بظبط الصينيه بشوف كده محتاجه مكرونه تانية ولا لا. معلش بقى ايدي فمش واخده بالي ان انا مش اللي هي مش باينه. سويتها كده بقى من النص، اول طبقه سويتها. فبحط اللحمه. بسم الله. طبعا نص كيلو انا بحطها على صينيه المكرونه، سويتها كده واحط بقى الجزء التاني واحط برضه عليه شويه بشاميل. واجيب بقى الباقي. انا الباقي باقي المكرونه بقى حطيتها كده على طول واحط بقى عليها البشاميل. بسم الله. بص بقى تقيل ازاي، زي البلوزه. الصينيه دي خلاص انا عرفت بحط لها يعني يعتبر كيلو ونص حليب. حلو قوي، بتبقى البشاميل كتير فيها وجميل عشان تبقى زوشي كده ايه. سوشي. لا جوسي. جوسي. جوسي وحلوه كده. بجيب بقى كده وبنزل كل حاجه. كل حاجه في الحله بنزلها على المكرونه. واجيب بقى الجبنه الموتزاريلا واحطها. لو ما عندكش جبنه موتزاريلا، انا قبل كده ما كانش عندي، كنت حاطه بقى السمنه من فوق الوش بتديها برضو لون حلو، بس طالما عندي جبنه فبحطها. هجهز هنا بقى كباب الحله. حطيت بقى حله على النار. طبعا المكرونه سبتها على جنب، مش هبدا فيها دلوقتي. انا بدات فيها الساعه 3:30 دخلتها الفرن. بجيب كده قطعه سمنه حلوه كده وغسلت بقى اللحمه وجهزتها. علشان الاول انا بشوح اللحمه. البصل ده في الاخر خالص بحطه لما احس كده اللي هي داخله في السوا، عشان لو حطيته في الاول هلاقي كده مش هيبقى باين في الكباب حله. لا انا بسيبه كده لما يكون داخله في السوا واروح حاطه. بص بقى خلاص حطيت اللحمه واحط عليها شويه فلفل اسمر واسيبها بقى تتشوح براحتها، ومش هحط لها ميه خالص انا مغطيه عليها. بصوا هنا اهي ما بحطلهاش ميه خالص. بصوا هي هتنزل الصوص بتاعها مع نفسيها. اسمه الصوص. خلاص كده هي داخله في السوا. هجيب بقى البصل اللي انا قطعت بصلتين. بسم الله. وهقلبهم بقى واسيبها برضه تاخد سوا لحد ما البصل كده برضه يدبل معايا. هجهز بقى لسان العصفور. هنا شويه شوربه ونص برضه مكعب دجاج. هجيب كده معلقه سمنه وهجيب بقى كيس صراحة انا كترت. كنت المفروض اعمل نص كيس زي ما بعمل في العادة، بس بقى قلت ايه عشان يبقى ايه، يبقى كتير. الحاجة لما تكون كتير يبقى ايه تبقى احلى ما تكون قليلة. هقلب كده لحد ما يحمر معايا يبقى لونه ذهبي. عاملين ايه يا وبعد جماعة؟ كده احطه على طول اول لما يبقى لونه ذهبي على الشوربة على طول.
بصوا هنا الفراخ زي ما قلتلكوا اهي، حطيت لها الصلصة، احطها بقى في الفرن. ده ورق العنب حماتي كانت عاملاه، فحطيته بقى كده والليمون، ورحت مغطياه بالمية. كباب الحلة خلص معايا. وهوريكوا برضو المحشي، حطيت لها بقى الملح وخلاص بقى تمام معايا. بصوا المحشي خلاص بتاعي سويته وظبطته. طبعا خلاص الفيديو خلص، التسوية بقى معرفش اصورها معاكم. ودي الملوخية وادي الجلاش، هحط له بقى الحليب، كوباية حليب على شوية فلفل اسمر واحطه في الفرن.